تعرض فريقي نهضة بركان والوداد الرياضي لانتكاسة كبيرة بعد رفض سلطات جنوب إفريقيا منح ترخيص لطائرتهم الخاصة بالهبوط في جوهانسبرغ. وأكدت مصادر إعلامية أن الطائرة لم تحصل حتى الآن على إذن الهبوط في الأراضي الجنوب إفريقية، مما يهدد بتأخير رحلة الفريقين إلى وجهتهما. وكان من المقرر أن يسافر الفريقان مساء اليوم الأربعاء في رحلة مشتركة لتجنب الإرهاق من التنقل بين مطارات 4 دول. ويواجه الوداد جوانينغ جالاكسي في بوتسوانا، بينما يلعب نهضة بركان ضد سيخوخون في جنوب إفريقيا في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية على التوالي. يذكر أن الوداد واجه نفس المشكلة قبل أشهر قليلة خلال رحلته إلى بريتوريا لمواجهة ماميلودي سان داونز في إياب دوري السوبر الإفريقي. ويتابع الجميع بقلق تطورات هذا القرار وسط مخاوف من تأثيره على مشاركة الفريقين في مبارياتهما القادمة. في الوقت الذي أثار تواجد مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني إبراهيم دياز بمراكش العديد من التساؤلات حول سبب تواجد اللاعب المطلوب للالتحاق بكتيبة الركراكي بالمغرب، وكذلك علاقة الأمر بمسألة تأكيد اختياره لحمل قميص أسود الأطلس على حساب منتخب إسبانيا. وتشير المصادر إلى أن نجم ريال مدريد ذي الأصول المغربية إبراهيم دياز حضور حفل زفاف أخته الصغرى بإحدى الوحدات السياحية المصنفة بصحراء منطقة أكفاي نواحي مدينة مراكش، كما حل نجوم نادي ريال مدريد الإسباني بمدينة مراكش، فيما لا زال عدد من اللاعبين يتوافدون على عاصمة النخيل لحضور حفل زفاف شقيقة زميلهم النجم المغربي إبراهيم دياز. وقد حل بمراكش فينيسيوس وكامافينغا والمهاجم الإسباني ماركو أسينسيو نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الذي شوهد بساحة جامع لفنا والأسواق العريقة المحيطة بها رفقة زوجته. وانضم النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد الإسباني والنجم الإسباني ماركو أسينسيو مهاجم باريس سان جيرمان، وكل من إبراهيم دياز وإدواردو كامافينغا لقائمة النجوم الذين حلوا مؤخرا بمدينة مراكش. يتجه وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي الأول لكرة القدم إلى إجراء تغييرات كبرى خلال مباراتي أنغولا وموريتانيا، ويواجه المنتخب المغربي الأول لكرة القدم نظيره الأنغولي يوم الجمعة 22 المقبل بالملعب الكبير آغادير، إضافة إلى مباراة ثانية تجمع الأسود وموريتانيا يوم الثلاثاء 26 مارس. وأكدت عدد من التقارير الصحفية أن وليد الركراكي يتجه لمعالجة بعض المراكز خاصة في الهجوم ومركز الظهير الأيسر. وأضافت ذات المصادر أن مدرب الأسود يفكر في الاستعانة باللاعب يوسف لخديم لاعب فريق ريال مدريد أو آدم أزنو لاعب بايرن ميونخ الألماني لحل أزمة الجهة اليسرى داخل كتيبة الأسود. وأبرزت التقارير أن وليد الركراكي يفكر في إنعاش خط الوسط عبر الاستعانة بإلياس أخوماش متوسط ميدان فياريال الإسباني. كما من المرتقب أن يوجه الركراكي في المعسكر المقبل الدعوة إلى عدد من اللاعبين المتألقين هذا الموسم على رأسهم سفيان الرحيمي لاعب العين الإماراتي وحريمات نجم الجيش الملكي، بالإضافة إلى مراد باتنا والبولديني وعبد الرزاق حمد الله. وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد جددت مؤخرا الثقة في وليد الركراكي مدربا للمنتخب المغربي الأول لكرة القدم. قال المصري عصام الحضري بأنه أفضل من ياسين بونو حارس المنتخب المغربي، مؤكدا أن الأخير هنأه على تجاوز سوريا لدور مجموعات كأس آسيا في نسخته الأخيرة بقطر. وكشف مدرب حراس المنتخب السوري حاليا في تصريحاته لقنوات SSC السعودية: ياسين بونو أخي وحبيبي، وبارك لي على التأهل مع منتخب سوريا في كأس آسيا، وأرسل تحياته لكل حراس المرمى ولا زلنا على تواصل. وعن المقارنة بينهما أضاف مدرب حراس سوريا: بونو لا يزال يلعب ولكنني اعتزلت ولن أتحدث عن ألقابي ومبارياتي. ووصف الحضري بونو أحد أفضل حراس المرمى في العالم وليس أفريقيا فقط.